بصوا يا جماعة، أول ما حد يفكر بيطور جهازه بيقف قدام السؤال الأزلي: أجيب كارت الشاشة إيه؟ الموضوع مش إنك تروح تجيب أغلى كارت في السوق، لا، الموضوع محتاج شوية تفكير. عشان كده شوية تفكير كده عشان تختار صح وتاخد أحسن قيمة مقابل فلوسك. يعني خلينا متفقين في أول حاجة: أنت تستخدم الكارت في إيه؟ لو ألعاب يبقى لازم تبص انت هتلعب ايه، يعني ايه الالعاب اللي انت بتحبها. يعني لو بتلعب العاب شوتر زي CS2 او فالورانت او فورتنايت، فانت مش لازم تجيب كارت زي 4090 عشان يشغلهم لك بدون اي مشاكل. طب لو انت شغلك بقى مونتاج او جرافيك ديزاينر، يبقى تركز على الفي رام الاعلى، لان برامج زي ادوبي بريمير وافتر افكتس بتحب الموضوع ده. يعني مثلا ما نجيبش كارت 4 جيجا أو 6 جيجا عشان تمنتج ومونتاج وتستخدم افتر افكت. لا، انت على الاقل لو هتمنتج فول اتش دي يفضل انك تجيب 8 جيجا مع شوية تأثيرات بسيطة. بس لو هتمنتج 4K أو 2K أو فول اتش دي بس مع تأثيرات كتيرة جدا، يفضل انك تروح لكارت فوق 8 جيجا. والموضوع مش معتمد على الفيرام بس، ده معتمد على كام حاجة تاني هقولهم لك في آخر الفيديو. بس لو انت داخل على ال AI أو شغل 3D تقيل، بس ساعتها لازم تاخد الكروت زي ال RTX 4070 وأعلى. هنا مفيش هزار، يعني تبتدي بال 4070 أو ال 3080 Ti. ده أقل حاجة ناخدها لل 3D موديلنج وال AI. نخش على حتة كلنا بنقع فيها وهي الفلوس. ما تحطش كل فلوسك في الكارت وتسيب باقي جهاز غلبان. يعني معاك $1000 مثلا، ما تروحش تجيب كارت $900 وتحط $100 بس للمعالج والمذربورد والرامات والتخزين والكيس وكل ده، لان انت كده رميت $900 في الارض حرفيا. اعمل توازن، يعني جزء للكارت، جزء للمعالج، جزء للرام والبورد والباور. صدقني لو انت جبت RTX 4060 Ti مع i5 13400 F او 13400 هيكون احسن مليون مرة من انك تجيب RTX 4080 مع معالج Core i3 او اي معالج ضعيف، لان انت بترمي فلوسك في الارض. طب ايه هي اهم حاجة نبص عليها في الكارت نفسه؟ لو انت زي ما قلت لك فول اتش دي، يبقى ال 8 جيجا هيكفوه. بس لو انت هتمنتج 2K او 4K فانت لازم على الاقل من 10 جيجا وانت طالع. طب استهلاك الطاقة كمان مهم، متشتريش كارت تقيل زي ال 4070 Ti باور عندك 400 واط، الكارت هيولع منك، انت كده بتعمل مفجر نووي حرفيا. وخلي بالك من الحجم، في كروت ضخمة جدا زي ال 3090 تي اي وال 4090 وال 5080 وال 5090. كل الكروت دي وحوش ودبابات حرفيا، انت عايز كيس كبيرة. يعني ما تشتريش كارت ضخم جدا تكتشف انه مش راضي يدخل في الكيس، لان انت كده ضيعت فلوسك في الارض. وكمان في مميزات زي الري تريسنج والإضاءة الواقعية لكل الناس اللي بتتكلم عليها. دي ال SS وال FSR اللي بيرفعوا لك الفريم ال FPS بشكل سحري. نيجي لحاجة مهمة وهي الشاشة اللي عندك بتحدد كارتك. لو عندك فول HD على 60 هرتز وكارت متوسط أو يعني كارت اقتصادي من أي كروت GTX اللي هي تحت 1660 هيكونوا شغالين معاك كويس جدا.
بس لو عندك شاشة 144 هرتز، وده أقل حاجة نبتدي بيها عشان هتتعب أوي مع 60 هرتز، يبقى لازم كارت يديك FPS عالي. بس لو انت عندك شاشة بقى 2K أو 4K، فانت هنا محتاج كروت تقيلة فعلا. وبالمناسبة لو عندك RTX 4090 وشاشة 1080p 60 هرتز، كأنك شاري فيراري وماشي بيها في زحمة في وسط البلد. يعني انت حرفيا كأنك شاري فيراري وتمشي بيها في زحمة في وسط البلد، انت بتضيع 4090 في الأرض. بس في هنا نصيحة هتفيدك. ساعات تلاقي كارت أرخص ب200 دولار بس بيديك أداء جبار وأحسن من 100 مرة بكارت أحدث منه، حتى لو أحدث منه بالجنيه. ده زي اللي بيحصل في 5060 و3070. 5060 لو جينا نبص على الكورس بتاعته بتكون 3840 كورس، رقم مش وحش. بيجي ب8 جيجا بايت في رام GDDR7 مع 128 بت. الميموري واص هنا دي بقى الأزمة اللي بتعملها انفيديا. بيجي على بروسيسور أحدث الGB 206، بس بيجي بالميموري باص 128 بت. فده اللي بيخلي أداء الكارت أقل من 30. ده اللي بيخلي أداء الكارت أقل من 3070، لأن 3070 بيجي ب5888 كورس، وده اللي بيعمل أداء يعني في فرق هيكون كبير جدا في المونتاج أو في الجيمنج. كمان بيجي ب256 بت. الميموري باص اللي فيه ذاكرة 8 جيجا بايت في رام برضه، بس GDDR6. بيجي بمعالج أقدم اللي هو GA104. بس لو جينا نبص لاختبارات الألعاب فنلاقي زي ما قلت لك، لو جينا نبص لاختبارات الألعاب هنلاقي إن 3070 بيكسل. ما يغركش لعبة زي أساسن جريد ميراج. هنا انت بتتكلم في 1080p. 3070 أصلا تشغلها كألعاب 2K بكل أريحية. يعني لو جينا هنا الجزء 2K، بص مين المتفوق؟ 3070 فرق 4 فريم، وده يعني مش فرق كبير قوي برضو، بس فرق 2K بالنسبة للعبة حديثة فرق كويس. لو جينا نبص على لعبة زي God of War Ragnarok هنلاقي إن الفرق بين 3070 و5060 حوالي من 2 فريم ل3 فريم، يعني على حسب الدروبات اللي بتحصل. بس فرق مش كبير برضه في 1080p، بس ما زال 3070 متفوق. لو جينا نبص لل2K هنلاقي إن برضه في فرق مش كبير، بس ما زال 3070 متفوق. يعني كارت زي 3070 نازل في 2020، وكارت زي 5060 نازل في 2025. نبص بقى اللعبة زي سايبر بانك هنلاقي هنا الفريمات متشابهة جدا. يعني ساعات 5060 بتفوق، بس في الأغلب 3070 بتفوق. يعني هنا تفوق 1 فريم، يعني مش فرق كتير، يعني 1%. لو جينا نبص لل2K هنلاقي لا، هنا 5060 تفوق بحوالي 2 فريم. يعني انت بتتكلم برضو في كارت من 5 سنين شغالك ألعاب 2K بكل أريحية، لعب زي فورزا. هنا بقى 5070 تفوق بحوالي
4%. هنا ابتدت النتائج تظهر برضو. 2K لا 3070 في 2K في لعبة زي فورزا هوريزون 5 النتائج في فرق كبير ما بينهم، و يعني فرق 13%. وخلي بالك ان الفريمات هتفرق في الالعاب الشوتر. انا هنا جايب لك العاب تريبل اي عشان هي يعني هتاخد فريم اكتر، زي لعبة زي اساسن كريد شادو. لا هنا 50-60 تفوق بفرق 23%. حتى في 2K تفوق. لعبة بقى زي سايلنت هيل 2 ريميك 3070 يتفوق بحوالي 1%. أيوة، طب أنت تنصحني بإيه برضو؟ بص، هو 50-60 أحدث بيديك فريمات أعلى في بعض الألعاب لو استخدمت DLSS 4، بس 3070 أقوى منه في كام حاجة زي الميموري باص وكل ده. فأنت لو منتير تروح مع فأنت لو عايز تاخد كارت جديد بتقنيات جديدة وكده، يعني مش عايز تاخد كارت قديم أو كارت مستعمل، فأنت تروح ل50-60. عايز تاخد قيمة مقابل سعر تروح ل3070. وال50-60 خلي بالك انت لو اشتريته فانت هتضطر انك اوريدي لو جايب معالج لازم تروح لمنصة AM5 وتجيب بوردة بتدعم الPCI 5 اللي حوالي تمنها فوق $200. ده غير ان 3070 ارخص والفرق ما بينهم مش كبير، يعني فرق كان في صالح 3070. طيب هديك شوية نصايح كده على السريع. اشتري من مكان موثوق. يعني انت لو في مصر مثلا، هديك شوية نصايح كده على السريع. اشتري من مكان موثوق. يعني انت لو في مصر عندك البدر وسيجما وبازل ستور، وكل دول الأماكن موثوقة جدا. لو مستعمل اتأكد ان الكارت مش مستخدم للتعدين. دي حتة في كروت RX ده من AMD. ما تجريش ورا اخر جيل وخلاص. ساعات الجيل اللي قبله بيدي نفس الاداء بنص الثمن. ده حرفيا اللي عمله 3070.